بات الكرواتي لوكا مودريتش لاعب وسط ريال مدريد على طاولة أحد الأندية الكبرى في الدوري الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي المقبل. وأعلن مودريتش رحيله عن ريال مدريد عقب انتهاء بطولة كأس العالم للأندية التي ستنطلق هذا الشهر في الولايات المتحدة الأمريكية. وكتب فابريزيو رومانو خبير الميركاتو على حسابه بشبكة إكس: ميلان يحلم بضم لوكا مودريتش كهدف في سوق الانتقالات هذا الصيف. وأضاف: يحلم المدير الرياضي الجديد إيجلي تاري بجلب لوكا مودريتش إلى النادي، حيث يعد أحد الأسماء التي تم طرحها في المحادثات الداخلية الأولية، وهم في انتظار معرفة إذا كان ذلك ممكنا. واختتم: تلقى مودريتش بالفعل عدة عروض من أندية حول العالم منذ قرار الرحيل عن ريال مدريد، لكنه لا يشعر بأي استعجال لاختيار وجهته القادمة. يذكر أن مودريتش 39 عاما أكد رغبته في عدم الاعتزال وأنه مستمر في الملاعب حتى خوض كأس العالم 2026 رفقة منتخب كرواتيا. وفي خبر آخر، نال الألماني هانز فليك مدرب برشلونة جائزة أفضل مدرب في الدوري الإسباني خلال موسم 2024-2025، وقدم برشلونة تحت قيادة فليك موسما استثنائيا توج خلاله بلقب الدوري الإسباني بعد أن جمع 88 نقطة. وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو: تألق الفريق الكتالوني تحت إشراف فليك وأنهى موسما لا ينسى توج فيه بالبطولة من خلال أداء قوي وهوية تكتيكية واضحة وشخصية تنافسية عالية. وأضافت: لم يتعرض برشلونة للهزيمة سوى في 6 مباريات من أصل 38 خاضها، كما سجل 102 هدف، وهو أعلى رقم بين الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم. وبفضل هذا الرقم أصبح الفريق الأكثر تسجيلا في تاريخ البطولة بوصوله إلى 6579 هدفا. ونوهت الصحيفة: حصل فليك على جائزة أفضل مدرب في الشهر 3 مرات خلال الموسم، وتفوق في التصويت النهائي على عدد من أبرز مدربي الدرجة الأولى، ليظفر بالجائزة المرموقة في موسمه الأول على رأس الجهاز الفني لبرشلونة وفي الليغا. وفي خبر آخر، جدد نادي برشلونة اهتمامه بالتوقيع مع أحد اللاعبين البارزين في صفوف أرسنال خلال الميركاتو الصيفي 2025. ووفقا لصحيفة موندو ديبورتيفو، فقد عاد توماس بارتي نجم أرسنال إلى طاولة اهتمام برشلونة، لا سيما وأن عقده مع الجانرز ينتهي في الشهر الحالي. وأشارت إلى أن اقتراب أرسنال من التوقيع مع مارتين زوبيميندي لاعب وسط ريال سوسيداد نظير 60 مليون يورو من الأسباب الرياضية التي تفسر احتمال رحيل بارتي نحو وجهة أخرى. وكان أرسنال قد دفع 50 مليون يورو في عام 2020 للتعاقد مع توماس بارتي من أتلتيكو مدريد. وأوضحت الصحيفة أن مقربين من بارتي أجروا مؤخرا اتصالات مع برشلونة بشأن الصفقة المحتملة. ورغم أن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال أعرب في أكثر من مناسبة عن رغبته في استمرار بارتي مع الفريق، إلا أن الواقع يشير إلى أن اللاعب دخل الشهر الأخير من عقده مع عدم وجود تطورات بشأن التجديد.